كم مرة عملت سيف لفيديو على فيسبوك، انستجرام، يوتيوب عشان الفكرة عجبتك وما رجعت لهمش ولا مرة؟ دايما بنسيف الحاجة على أمل إن احنا نرجع لها تاني، بس ما بنرجعلهاش. كم مرة جاتلك فكرة فيديو جديدة، مهارة جديدة تتعلمها، وقعدت ساعات في التخطيط، بتروح من هنا لهنا، توتوريال هيل، تتفرج على فيديو وفيديو وفيديو، بتخطط وفي الآخر ما عملتش أي حاجة فيهم، لحد ما قررت ان انت تتغير وتطلع من الدايرة دي. انا عارف ان حياتك عبارة عن دايرة ما بتخلصش. كم مرة كنت عايز تبدأ تتعلم حاجة جديدة بس معرفتش تبدأ عشان مش عارف تبدأ منين أصلا، أو استبقيت في التوتوريال هيل، جحيم التوتوريال، عمال تتفرج على فيديو ورا التاني عن ازاي ممكن تبدأ تتعلم ألماني، فيديو ورا التاني بيكلمك ازاي تتعلم برمجة، وكل الناس ده عكس ده وده عكس ده، وده بيقول رأي تاني وده بيقول رأي، لدرجة اللي انت ما بدأتش. عايز اقول لك ان انا كان ليا قصه شبيهه في الموضوع ده بالنسبه للالماني. من 2019 ل 2021 كنت قاعد في توتوريال هيل مش عارف اللي انا ابدا اتعلم، لحد ما الحمد لله بدات في 2021 ومن ساعتها وانا بتعلم الماني. طيب بالنسبه للتسويف، عشان تحل المشكله لازم تعرف سببها، واكبر سبب اللي انت بتماطل عشانه هي ان الحاجه دي كبيره، او الحاجه دي انت حاسس ان انت مش هتعرف تحققها دلوقتي، او الحاجه دي انت مش هتقدر تنجزها لان هي كبيره. وفي الاغلب بنلجأ ان احنا نقسم الحاجات دي لحاجات صغيره، بس احيانا مش بنعرف نقسمها لحاجات صغيره. يعني بحس ان ده برضو تاسك عليا غير التاسك الكبير. يعني انا الاول هقسمها، بعد كده هبتدي اشتغل على اللي انا قسمته، لا الموضوع كده كبير بالنسبه لي. فاحنا هنستغل شات جي بي تي، وانا مجهز برومت جامد قوي انسبايرد ب يوتيوبر اسمه دان كو. خدت منه البرومت ده وساعدني بصراحه قوي ان انا ابتدي اقسم الحاجات دي لحاجات اصغر، وفي نفس الوقت كان بيوجهني ان انا اتعلم ازاي الحاجه اللي انا عايز اتعلمها. تكتب البرومت ده: act as my personal strategic advisor with the following context. هتقول له ان هو عنده IQ 180، ده اكتر حاجة personalized في الدنيا. هتبعت له قبليها الجولز بتاعتك، ايه الحاجات اللي انت عايز تحققها، ايه الحاجات اللي انت بتتمرقع فيها والتسويف وهكذا. ابعتها له I'm ready, start by telling me the biggest goal. اعمل كل ده وهيطلع لك احسن تقسيمة واحسن حاجة في الدنيا، وهيعاملك معاملة شديدة شوية اللي انت محتاجها. تاني حاجه وهي ان اغلب الناس بيحبوا يقعدوا يخططوا وقت طويل، وانا اول الناس دي بصراحه. يعني الفيديو اللي انا بسجله ده دلوقتي بسجله بموبايل، يعني كاميرا تعبانه. ده بالنسبه لي تغلب على البرفكشنزم اللي انا بحب اكون عليه، وبحب اخطط للفيديو واكتب سكريبت. الفيديو ده مش سكريبتد. ومن 3 ايام كنت عايز اعمل كورس الماني A1، فقلت لنفسي وعمال بخطط بقى ايه، انا هقعد قعده واحده اخلص فيها الماتيريالز بتاعت ال A1 دي، وقعده تانية هبتدي اصور فيها. طبعا ده مستحيل، عشان كده كان المفروض ان انا اقسم الحاجات دي حاجات صغيره. وتاني حاجه في التخطيط، اللي انا كنت عمال برضو بخطط وعمال ببحث على انهي احسن ماتيريال اللي انا اشرح منها، وانهي احسن طريقه اشرح بيها، وبعدت كل البعد تماما عن المهمه الاساسيه بتاعتي، وهي التدريس، اللي انا ادرس الكورس اللي انا عايز ادرسه، او اللي انا اريكورد فيديوز، ودي الحاجه اللي انا المفروض اكون بعملها. عشان كده نبتدي نروح للرول الثالث، وهو رول 20/80. هو بيتكلم ان 20% من الانبوتس اللي انت بتحطها في حاجه بتطلع لك 80% من الاوتبوت. يعني مثلا دلوقتي في الكورس اللي انا عايز اعمله، 20% من الانبوت اللي هتطلع لي 80% هي اللي انا اقعد كده وافتح الكاميرا وابتدي اشرح، ان شاء الله على وايت بورد. بس فاللي عايز اقوله لك ان انت اول حاجه تبتدي تقسم الحاجه الكبيره لحاجه صغيره. لو انت بتسوف اللي انت تروح الجيم، قول اللي انت بس تروح الجيم وهتلعب على التريدميل 5 دقايق، ولما تروح هناك خلاص انت مستحيل ما تكملش يعني.
انت بس ابتدي قول لنفسك واضحك على نفسك ان انت هتبتدي تعمل حاجه صغيره. وفي نفس الوقت برضو لما انت تقسم الحاجات الكبيره لحاجات اصغر، انت بتحفز دماغك ان هي تبقى مبسوطه وهي بتعمل حاجه، اللي هو يعني ايه، انا مش هقدر يعني اقعد اذاكر ربع ساعه. اكيد هقدر، لما تقعد الربع ساعه هتجيب الباقي. في حاجه انا اتعلمتها مؤخرا من كتاب ديب وورك، وهي الديب ووركينج. شيء بديهي يعني، بس هو ساعات في ناس مش بتقدر ان هي تقعد كتير على المذاكره او تقعد كتير على الحاجه بسبب ان هي مش مركزه. فانا عايزك الفتره اللي جايه تعمل حاجه اسمها دوبامين ديتوكس. ودوبامين ديتوكس معناها اللي انت تعزل نفسك عن اي حاجه بتديك دوبامين سريع، وزي كده السوشيال ميديا اول حاجه، واللي انت تتفرج على يوتيوب فيديوز كتير. والله العظيم مش برودكتيفيتي خالص والله، اللي انت تقعد تتفرج على توتوريالز ويوتيوب ازاي تعمل حاجه. انت بتعمل شالو تاسك، انت بتعمل حاجه ملهاش لازمه. لو انت عايز تتعلم بجد، ابتدي اعمل بروجكت الاول، بعد كده روح اتعلم. يعني مثلا قول انا في الكيس هتكلم عني، مثلا انا هعمل كورس الماني. ماشي، كده كده انا متعلم الماني، بس في حاجات تانية محتاج اتعلمها. محتاج اتعلم فيديو اديتنج مثلا. فانا صورت فيديو زي اللي انا بصوره ده، بعد كده هعمل اديت ازاي مش عارف. هبتدي افتح بريمير، احط الفيديو عليه، بعد كده اكتب على يوتيوب ازاي اقص على بريمير، وابتدي اقصقص على بريمير. اللي عايز اقوله لك من الحته دي، اللي انت ما تقعدش تتفرج على يوتيوب فاكر نفسك اللي انت بتتعلم حاجه. لا، انت بتنسى الحاجات اللي انت اتعلمتها بكره، وتبتدي اللي انت تعمل بروجكت وتروح تتعلم، تحط اوتلاين وتروح تتعلم. عشان ده احسن اسلوب للتعلم بصراحه انا شفته في حياتي. لان دايما البني ادم بيتعلم من الصعوبات، دايما البني ادم بيتعلم من الحاجات الصعبه. هو البني ادم كده، الحاجه اللي هو بيتعلمها بسهوله من هو عمال بيتفرج على فيديو بينساها تاني يوم. اتعلم بصعوبه، اعمل دوبامين ديتوكس. عشان انا اتكلمت كتير، اللي عايز اقوله لك ان انت تعمل اكشن دلوقتي وتقفل الفيديو وتروح تعمل حاجه مفيده، والحاجه اللي انت عايز تبداها، وتكتب البرومت اللي انا شيرته معاك على شات جي بي تي، وتبتدي اللي انت تشنك الحاجات الكبيره على الحاجات صغيره، معناها اللي انت تقسمها حاجات صغيره. وثالث حاجه اللي انت تبطل تتفرج على يوتيوب، وتبتدي اللي انت تعمل بروجكت وتشوف تتعلم ايه. واخر حاجه وهي تشالنج، وعايزك تكون عندك ديسيبلين شويه في التشالنج دي، اللي انت تعمل دوبامين ديتوكس. تبطل تتفرج على يوتيوب كتير، تقفل السوشيال ميديا، تقفل ديستراكشنز، تركز على الحاجه اللي انت عايز تعملها وتعمل الحاجه دي. سلام.